لقد قام مخربون بقطع كابلات الألياف الضوئية في مدينة ريتشموند. أكد المتحدث باسم كومكاست جون كوريل أن هذه ليست المرة الأولى، فقد تسببت أعمال تخريب مماثلة في وقت سابق من هذا العام أيضاً في انقطاعات واسعة النطاق. وبينما لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق للتخريب لأسباب أمنية، أكد كوريل أن فنيي كومكاست عملوا بلا كلل لاستعادة الخدمات، والتي عادت إلى العمل بحلول يوم الاثنين. تحقق شرطة ريتشموند في بلاغ عن سرقة كابلات نحاسية والتي قد تكون مرتبطة بالانقطاع. يعد هذا الحادث جزءاً من اتجاه مقلق، ففي شهر أغسطس تم العثور على رجل يحاول سرقة أسلاك نحاسية ميتاً في فتحة صرف صحي بمدينة ريتشموند. أثارت هذه الانقطاعات المتكررة مناقشات محلية حول الحاجة إلى اتصالات موثوقة، حتى أن بعض السكان اقترحوا على شركة AT&T إعادة النظر في التخلي عن شبكة الهاتف الأرضي في المناطق الجبلية. وفي الوقت الحالي وجد آخرون العزاء في هواتفهم الذكية والكتب. ترقبوا معنا لتطورات هذه القصة.